تشهد الطريق الرابطة بين مدينتي المحمدية وبن سليمان في الآونة الأخيرة دينامية غير مسبوقة، تعكس حجم التحولات الكبرى التي تعرفها البنية التحتية الطرقية بالمغرب، خاصة في ظل الاستعدادات المتواصلة لمواكبة المشاريع الرياضية الكبرى، وعلى رأسها مشروع تشييد ملعب الحسن الثاني بمنطقة المنصورية. وتأتي هذه الأشغال في إطار رؤية استراتيجية شمولية تهدف إلى تحسين جودة الشبكة الطرقية وتعزيز انسيابية حركة السير، بما ينسجم مع الطموحات الوطنية لاستضافة تظاهرات رياضية عالمية، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030. وتهم هذه الدينامية إطلاق مجموعة من الأوراش المتزامنة التي تستهدف تأهيل وتوسعة المحور الطرقي الحيوي الرابط بين المحمدية وبن سليمان، حيث يتم العمل على توسيع الطريق وتحسين بنيتها التقنية وتعزيز تجهيزاتها من خلال إحداث مدارات حديثة وتقوية جنبات الطريق وإضافة مسالك جديدة تواكب الارتفاع المرتقب في حجم حركة المرور. كما تشمل هذه الأشغال تحسين التشوير الطرقي وإعادة تهيئة النقاط السوداء التي كانت تشكل عائقاً أمام سلامة مستعملي الطريق، فضلاً عن إدماج معايير السلامة الطرقية الحديثة. ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية كبرى نظراً لارتباطه المباشر بمشروع ملعب الحسن الثاني الذي يرتقب أن يكون من بين أكبر وأحدث الملاعب على الصعيد الوطني، بل ومرشحاً لاحتضان مباريات كبرى ضمن التظاهرات الدولية القادمة. ومن هذا المنطلق فإن تحسين الولوج إلى هذا المركب الرياضي يشكل أولوية قصوى، سواء بالنسبة للسلطات المحلية أو المركزية، بهدف ضمان تنقل سلس وآمن للجماهير والوفود الرسمية والرياضية. ولا يقتصر تأثير هذه الأشغال على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، حيث من المرتقب أن تساهم هذه التحسينات الطرقية في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار وخلق فرص شغل جديدة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية، كما ستساهم في تقليص زمن التنقل بين المدينتين وتخفيف الضغط على المحاور الطرقية المجاورة، مما سينعكس إيجاباً على جودة حياة الساكنة. وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج وطني واسع لتحديث البنية التحتية يهدف إلى مواكبة الدينامية التنموية التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات. ويعكس هذا الورش الطرقي الطموح التزام المملكة بتطوير شبكاتها اللوجستية والنقلية، بما يعزز مكانتها كوجهة قادرة على احتضان كبريات التظاهرات العالمية وفق أعلى المعايير الدولية. وفي ظل تسارع وتيرة الأشغال تبرز مؤشرات واضحة على التقدم المحرز في هذا المشروع، حيث يتم العمل بوتيرة متواصلة لإنجاز مختلف المقاطع الطرقية في آجال زمنية مضبوطة، مع الحرص على احترام معايير الجودة والسلامة. وينتظر أن يحدث هذا المشروع عند اكتماله نقلة نوعية في مستوى الربط الطرقي بين المحمدية وبن سليمان، وأن يشكل دعامة أساسية لإنجاح مشروع ملعب الحسن الثاني، وكذا مختلف المشاريع التنموية المرتبطة به. وبذلك فإن تهيئة هذا المحور الطرقي لا تمثل مجرد مشروع بنيوي عابر، بل تجسد رؤية متكاملة تروم بناء بنية تحتية حديثة ومندمجة، قادرة على دعم التنمية المستدامة وتعزيز إشعاع المغرب على الساحة الدولية، خاصة في أفق الاستحقاقات الرياضية الكبرى المقبلة.